لدي أصدقاء يعملوا في البنوك الربوية وتربطوني بمعلقة وثيقة بحالي بحالك، تضطروني في كثير من الأحيان البيت بحالي بحالك، حتى أنا نمشي عندهم ناكل، ولا داروا شي وليمه ولا شي جلسه في القهوه يخلصوا عليا ولا يهديوا لي شي حاجه، وانا في القرارات تاع نفسي نطلب من الله تعالى باش ما يجنبني ذلك. واش كي غادي ندير؟ واش نمشي عندهم؟ واش ناكل عندهم؟ هذو اللي يخدموا في البنوك الان، واش بغيت تخرجهم انت كاع بالاخر ولا اخر شر؟ راهم يلغاو لنا وراح نمشيو ناكلوا ويخلصوا علينا القهوه في الاخر. الناس راه خدامه في البنك على حقاش الواقع الاقتصادي المغربي بعيد بعيد بعيد، ما كاينش عندنا بنوك اسلاميه، ما مطبقاش عندنا. لماذا تضيق على نفسك؟ وثانيا هذاك السيد اللي راه يخدم تما في البنكه ماشي كل شيء راهم يخدموا في مصلحه القرض. الرسول كيقول لعن الله الربا آكله، انت ما راكش تاكله، موكله انت ما ممكن، وشاهده انت ما راكش تشهد عليه، ماشي انت هو اللي توقع عليه، ماشي انت اللي توقع عليه. مثلا كاع اللي ما يخدمش في المصلحه نتاع القرض مباشره، يخدم في لاكيس، يخدم في يستقبل الزبناء في المصلحه القانونيه، في المصلحه الاجتماعيه، في المصلحه مصالح كثيره في البنك، وكاين المصلحه الاخرى نتاع القرض. بعد الى ربي يوفقك بعد على المصلحه نتاع القرض باش ما تكونش يعني جاي لك الحديث. وحتى اللي في المصلحه نتاع القرض في المغرب قول لي الله يرحم لك الوالدين الا قلت له خرج من تما فين يمشي، لأنك لا تنهى عن مفسدة إذا كانت تؤدي إلى مفسدة أعظم منها. إذا خرج من تما قد يفتن في دينه، يضيع والديه، يضيع كذا، أنت تضمن له ذاك الشيء؟ خص الإنسان يشوف أودي يشوف هذا الشيء، كل شيء ياخذها بعين الاعتبار. واش راحنا مطلوقين ولا سيدي ربي؟ واش غادي يحرج عباد الله؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج. أنا درت بروحي درك راني نفتي وأنا ماشي الله يغفر لي الله يغفر لي الله يغفر لي، ولكن هذا هو الفهم ديالي. لن يضيق مسلم في دار أبدا بهذا الدين، لكن الإسلام قبل أن ينهاك عن أمر يوجد لك البيئة والبديل. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، شرطان لعبادة الله، فليعبدوا رب هذا البيت من يشبعوا ويأمنوا. أيوة دبروا لهم هذا. ولذلك عليها المسائل إن شاء الله تعالى فيها. يا سيدي ربي اعفو علينا، يا سيدي، يا سيدي ربي اختم لنا بالإيمان، يا ربي كما جمعتنا هنا غدا جمعنا مع حبيبنا رسول الله. يا ربي شوف فينا بعين رحمتك واحد الشوفة التي لا نشقى بعدها أبدا. يا رب ارزقنا حياة طيبة، وارزقنا موتة مباركة، وردنا إليك مردا غير مخزن ولا فاضح. الله يجعل مولانا منين نروحوا حضروا قلوبكم يا رب ذاك النهار اللي نروحوا عندك ويصوبونا عندك مجرمين مذنبين. يا رب ذاك النهار القريب، يا رب ذاك النهار الموعود، الحق 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 الذي لا مراء فيه. هذا الدار ديال الغرور منين نخرجوا منها ويسوقونا عندك يا ربي، واحنا ملطخي الايدي بالذنوب والقلوب بالاثام، ويديرونا تحت التراب ويتخلى علينا هذا الخلق. يا سيدي ربي هذاك النهار ما تخلاش علينا يا ربي، رحنا ندخرك لذاك النهار يا حبيبي يا ربي، يا حبيبي يا ربي رحنا ندخرك لذاك النهار، ما تخلاش علينا يا رب. إذا تخليت علينا عاد من غادي نمشيو يا ربي يا ربي فين لمن؟ إن كنت يا ربي لا تكرم إلا المحسنين فمن للمجرمين أمثالنا، وإن كنت لا تتفضل إلا على المتقين فمن للعصاة مثلنا. هناك يا رب نور قبورنا، أذهب وحشتنا. الله يعطينا واحد الرقدات ما بحال الرقدات ديال العروس، يقال لنا النوم نومة لا تضام، وتفتح لنا من الجنة ما يأتينا منها من ريحها، ونقول هناك رب عجل الساعة عجل الساعة حتى نلتحق بمقامنا في دار البقاء بجوار الأصفياء والأنبياء. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا إله إلا الله والحمد لله.